نذهب فقهيا إلى أنه من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتأتى أن يصومه حتى دخل عليه يوم عرفة فإنه يرجع يؤجل يؤخر، والمعنى واحد، صيام القضاء إلى بعد العيد بعد أيام التشريق، ويصوم يوم عرفة، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد جل وعلا. فالتضييق على الناس بأنه لا بد أولا من إتمام صيام رمضان ثم النافلة لا يستقيم هنا، ولا يقول قائل أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لأن الذي أذن بتأخير الفريضة هو الذي شرع النافلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إنني لا أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ونقول مع ذلك يعني يستبعد أن أم المؤمنين الصادقة المبرأة الطاهرة لا تصوم يوم عرفة. هي تقول أنها لا تصوم إلا في شعبان القضاء، وشعبان بعد عرفة، لأن تقصد شعبان من العام القادم. فهي لا يستبعد أنها من رمضان إلى شعبان 11 شهرا أو 10 أشهر وهي لم تصم يوما نافلة قط. بعيد. عاشوراء يمضي، وتاسع ذي الحجة الذي هو عرفة يمضي، فلا يعقل أنها رضي الله عنها لا تصومه. كما أن العقل يدل على هذا، كما دل عليه النقل يدل عليه العقل. فإن الإنسان مثلا إذا أتى أحد الحرمين ثم لما هم بدخول المسجد فتته الفريضة، كان الإمام قد سلم، وقبل أن يشرع في صلاة الظهر نودي بالصلاة على الجنائز، فلا يعقل أن نقول له لا تصلي على جنازة حتى تصلي فريضة، لأن الجنازة تفوت، فيصلي الجنازة ما دام وقت الفريضة باق، فيصلي على الجنازة، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة على الجنازة ويكسب أجر الصلاة عليها يأتي بالفريضة. فكذلك من أدخل عليه يوم عرفة وهو لم يصم ما عليه من قضاء، نقول إن الوقت مأذون به إلى رمضان، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وهذا إذن شرعي. ويوم عرفة يفوت لأنه يوم واحد، إما أن تصومه وإما لا تصومه. فعلى هذا نقول من الناحية الفقهية، وللمسألة أقوال أخرى، قال بعض العلماء إنه لا بد من القضاء، لكن ويحترم هذا الرأي وله أدلته، لكن نقول ما ندين الله جل وعلا به. على هذا لا بد أن يكون الإنسان مسارعا للخيرات مسابقا في الطاعات. بقي صيام الحاج نفسه، هذا بيناه في دروس أخرى، لكن السنة جاءت أن الحاج لا يصوم، وفي المسألة تفصيل أظنه مر معنا في اللقاء الماضي.